مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أفكار أونلاين. أخيرا الذكاء الاصطناعي وصل للواتساب والتليجرام مع بعض، هما الاتنين. في الفيديو ده إن شاء الله هنفعل عليهم الذكاء الاصطناعي. يعني من النهاردة تقدر تتكلم مع الذكاء الاصطناعي لو أنت محتاج منه أي حاجة، أو لو محتاج صورة أو فيديو أو لينك أو ترجمة أو أي حاجة. من النهاردة إن شاء الله هتبدأ تتعامل مع الذكاء الاصطناعي على التليجرام وعلى الواتساب، وهتشوف ازاي دلوقتي. بنروح لموقع مايكروسوفت وبنروح للجزء الخاص بالكوبايلوت، وانا سايب لك اللينك في الديسكريبشن بتاع الفيديو، وهنلاقيه في اول تعليق مثبت على الفيديو. لو حابب تخش عليه اوكي، لو حابب تروح لمايكروسوفت وتروح للجزء الخاص بالكوبايلوت برضو مفيش مشكلة. تمام، تعالى بقى علشان ما نطولش في الفيديو ونخش على طول في التفاصيل. تمام، بعد ما بتدوس على اللينك بيفتح لك الصفحة اللي موجودة قدامك دي، وبتروح عند تراي كوبايلوت اون تليجرام. بص هنا كده، تراي كوبايلوت اون تليجرام اهي، دي هتدخلنا على التليجرام بالظبط. دي الصفحة بتاعته، وبدوس ستارت كده اهو بدأ يكلمني على طول. بيقول هاي زير، I am Copilot, your AI assistant. Before you can start, would you please share your phone number. طبعا هو محتاج النمبر اللي هو رقم تليفون. By sharing your phone with Microsoft Copilot, you are accepting the terms of use and privacy statement. هو هنا بيقول لي share my phone number. هنا بيقول لك share your phone number. The bot will know your phone number. This can be useful for integration with other services. طبعا بيقول لك share contact، اداهولك اهو، وبيقول لك thank you for sharing. بيقول لك thank you for sharing. we can chat now we can chat now if you are not exactly sure what to chat with me. Try how can I help below for inspiration. بيقول لك Copilot uses AI. Copilot uses ال AI وتشيك for mistakes. تمام، لما انا عايز اتكلم عربي اقول عربي كده اهو. هنا بقى دخلنا على العربي خلاص، مفيش مشكلة. تمام، ادي الصفحة بتاعته اهي، اهي مايكروسوفت كوبايلوت اهي. تمام، طيب تعال نشوف بقى بالنسبة للواتساب ايه اللي هيحصل. هنرجع لنفس الصفحة او نفس اللينك اللي كنا فيه، هنروح لنفس الصفحة ونروح هنا عند تراي كوبايلوت اون واتساب اهي دي. تمام، بنروح لها. بيقول لي برضو اهو هنا بقى عشان نكمل هنقول له continue to chat. كده دخلنا خلاص على الشات مع الذكاء الاصطناعي. بيقول لي هاي كوبايلوت. hello, how can I assist you today? Whether you need help with a task, have a burning question, or just want to chat, I am here for you. تمام، بيقول لك المتابعة الدردشة، انقر فوق زر قبول أدناه اللي هو أوافق، ده اللي هو تحت، وقبول شروط الاستخدام وبيان الخصوصية. طبعا هتقوله أوافق كده أهو. بيقول لك يمكننا الآن الدردشة. إذا لم تكن متأكدا بالضبط مما تريد كتابته فجرب كيف يمكنني مساعدتك أدناه للإلهام. اهي اللي هي دي، كيف يمكنني المساعدة دي اهي. وبيقول لك شوف بعدها لتمضية الوقت فقط. بس يعني لو انت عايز تحكي بس مفيش يعني عادي. لو انت عايز تتكلم في الرياضة، في اللياقة البدنية، في الطعام، في السفر وتلميحات للسفر المنفردين في أوروبا. ما هي طبعا هنا الموسيقى، التلميحات المعادة. طبعا الكلام كله بسيط وسهل. تمام، ومن النهاردة تقدر تتكلم مع الذكاء الاصطناعي زي ما بتكلم مع واحد زميلك كده، مفيش مشكلة خالص. بص كده، هتطلع هتلاقيه هنا اهو. بص كده اهو الشات بتاعه اهو. لحد هنا الدنيا حلوة قوي. خلاص، مبروك عليك الذكاء الاصطناعي.
طب تعال نقول له عايزين قناة افكار اونلاين. تعال نشوف كده قناة افكار، او ممكن نكتبها له افكار اونلاين ونشوفه. اهو بالظبط. الله، بص بيقول لك it looks like افكار اونلاين is a YouTube channel that covers a variety of topics. يعني انواع مختلفة including educational content, technology tips and cultural discussions. They seem to focus on providing useful information and new idea to their audience. تمام. طيب بص كده تحت هنشوف، هندوس عليها كده اهي قناتنا افكار اونلاين بالظبط، اهو فتحها قدامي. تمام، برافو، شاطر الذكاء الاصطناعي ده. دي طبعا قناتنا افكار اونلاين موجودة على اليوتيوب. طب انا عايز اجرب الموضوع ده عن تليجرام. تعالى نرجع للتليجرام ونشوف. ادي مايكروسوفت كوبايلوت، هقول له افكار اونلاين تشانل. هو افكار اونلاين بس، تعال نشوفها. It seems like there are a new different things that افكار اونلاين could refer to. يعني بيقولك انها ممكن تشير على اكتر من حاجة. تعال نشوف منيو هنا. طبعا انت هنا ممكن تعمل على التليجرام، ممكن تضيف مثلا شير. اهو بيقولك شير، لو انت عايز تعمل شير ممكن تعمل منيو. بيقولك support get support if you are stuck. وهنا تليجرام ممكن صوت برضو، كل حاجة ممكن هنا. طبعا عادي، الموضوع بسيط جدا، مفيش مشكلة. لغاية هنا نكون شغلنا ال AI أو الذكاء الاصطناعي على الواتساب وعلى التليجرام. أتمنى تجربوه وتقولوا لي إيه رأيكم. طبعا اللينك إن شاء الله موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو، موجود في أول تعليق إن شاء الله. يلا بقى، سلام.